مساء الخير، شلونكم؟ اليوم تقدرون تقولون انه ماكو فد موضوع محدد، لكن اجى ببالي موضوع الامثال. الامثال شي مهم، ومنها الواحد يقدر يتعلم منها اشياء كثيرة. فالامثال ما تنقال عبث. يعني عندنا مثلا يقولون بالعراقي، او ما اعرف اذا هو مثل عراقي او مأخوذ من غير دولة عربية. المهم يقولون دق الحديد وهو حامي. شرح المثل من الناحية يعني ككلمات او انه الحديد الحامي الواحد من يدقه مباشرة يقدر يشكله بالشكل اللي يريده، يعني يسوي الحديد بالشكل اللي يريده إذا كان عامي. إذا شايفين مثلا بعض المقاطع شلون يلينون الحديد، يعني من يصوروا درجات حرارة عالية، فالحديد من يندق أو يعني يدخلوا بقالب وهو بهاي الحالة راح يصير مثل ما يريدون. فأما من الناحية المعنى لهذا المثل، انه اكو مواقف من الافضل انك تتصرف بوقته مباشرة تتعامل مع الموقف حتى يصير الشي اللي تريده. لان انا احكي لكم عن تجربة، يعني كثير من المواقف للأسف كان عندي خوف او عدم ثقة وتأخر بالتصرف، فكانت نتيجتها انه تندمت انه ما تصرفت بوقتها. وعادة يعني بعد هيجي اقوم اتخيل السيناريو اللي اني اريده، يعني اتخيل شنو التصرف اللي كان المفروض اسويه، التصرف اللي يرضيني وما يحتاج اعيد واكرر بالحسابات عن ذاك الموقف. فمثل ما يقولون دق الحديد وهو حامي، يعني اكو مواقف تحتاج تصرف مباشر بدون تأخير. هذا يعني من الأمثال اللي تأكد لي صحته، وأنه ما قيل عبث، والمفروض واحد يخليه قاعدة بحياته. هذا واحد من الأمثال اللي يعني أعتبره قاعدة بالتعامل والتصرف بالحياة. أما المثل الثاني فهو المثل اللي يقول المثل، أو يقولون، مو يقول لأن المثل ما ينطق عن نفسه. يقولون اترك الخبز الخبازة. اترك الخبز الخبازة معناه انه اكو شغلات خليها لأصحاب الخبرة، خليها لأصحاب التجربة، خليها لأصحاب الاختصاص. مو كل شغلة تحاول أن تسويها بنفسك. يعني أكو ناس هم
اختصاصهم، هم خبراء بهالشي. طبعا هذا المثل ينطبق على أكثر من مجال، منها مثلا حتى المجالات اللي مثلا التصليح. مثلا عندك جهاز عاطل، في حال انه تصليحه شي بسيط وما يحتاج خبير تقدر تسوي بنفسك اذا انت تعرف. اما اذا شغلة معقدة فلا تحاول تسوي نفسك خبير. طبعا اني ما امنع او ما انصح انه شخص ما يتعلم مثلا يصلح يسوي شغله بنفسه، مو الا كل شي يجيب شخص صاحب اختصاص او مصلح خبير. لكن اكو اشياء من الافضل انه تتركها لاصحاب الخبرة. وهذا الشي ايضا ينطبق يعني على اشياء كثيرة. مثلا اكو اشخاص يحجيلك بالسياسة وبحياتهم ما دار السياسة او ما خايض بهذا المجال، يعتمد على القيل والقال، ويعني تلقى حجي سطحي وعبارة عن ببغاء يردد الشي اللي يسمعه. فهذا هم ينطبق عليه انه الحسن واحد يقول له اترك الخبز الخبازة. اي، فهاي الامثال، هاي من الامثال اللي اني يعني صار فترة وللأسف يعني اعتبرتها مؤخرا من القواعد بالتعامل بهاي الحياة. ما راح اكتفي بهذين المثلين. طبعا هسه طفت الكهرباء عندنا. المهم، وين جنا عند الامثال؟ ما راح اكتفي بالكلام عن المثلين، راح احاول اطلع امثال اخرى نقراها واحكي لكم عنها. هسه راح استخدم جوجل. طبعا بالمناسبة اعتقد انستغرام صار له فترة بخلل او صاير حساس اكثر من اللازم، لان عندي حساب صار هاي ثاني مرة ينسد قبل 19 يوم. هم انسد يعني انطوه مهلة 180 يوم، واحد خلال هاي المهلة يقدم طعن. فما اعرف اليوم هم تكررت هاي الحالة، فاللي يعرف هو صاير وياه نفس هذا الشي خليه يحجينا بالتعليقات. اي، خلنا نحكي هم شوية عن الجو. الجو اليوم جميل 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 جدا، يعني شوية بنسمة هواء، شوية برودة قليلة. يعني عادي واحد يلبس لبس صيفي ويطلع يتمشى. جو طيب، جو طيب جدا عندنا يعني بكركوك. ما اعرف عاد باقي المناطق شلونها. هسه اطلع وياكم امثال عالمية ونشوف امثال عالمية. خلنا نشوف. والله هذا طلع عندي بالذكاء الصناعي، يقول الامثال العالمية هي مرآة تعكس ثقافات الشعوب وتجاربهم وتلخص حكمة الأجيال في كلمات بليغة. ايه، ومنطيني مجموعة من الأمثال من عدة دول وثقافات. نبدي عندنا
الصيني. المثل الصيني طبعا أنا صار عندي مشكلة قبل لا أقول لكم المثل. مشكلة بالمعدة. صار يومين، يعني قبل يومين مقلل بالأكل، لكن للأسف اليوم شوية زودت. أحيانا من أنفعل أو شي شاغل بالي أكثر بالأكل. المهم نرجع للأمثال. يقول أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك في لعن الظلام. يا سلام. طبعا المعنى من هذا المثل هو أنه أنت بدل ما تبقى بس تتشائم وتبقى تلعن بالظروف وتبقى يعني شلون نقول يعني تحجي، أو مثل ما نقول بالعراقي تفشر أو تغلط أو تسب وتلعن. حاول تسوي شي يغير من ظروفك. يعني مثلا لخص لك إياها بهذا الكلام، إنه أنت بدل ما قاعد بالظلمة وتلعن بالظلام اشعل شمعة اعتزي هذا الظلام. مثل معبر جدا وعميق جدا ومفيد جدا. يقول انه ايش عندنا مثل ايرلندي يقول لا تبصق في البئر فلربما تحتاج اليه يوما للشرب. معنى هذا المثل حسب اللي فهمته انه مثلا اكو اشخاص او شغلات من الافضل انك ما تسيء لهم، لان ممكن تحتاجهم يوما ما وما مجبور تسيء لهم، يعني الا اذا استدعت الضرورة طبعا. يقول مثل فرنسي أعطي سرك لزوجتك ولكن أعطي مالك لأمك. تمام، أوكي، ما أعتقد هذا المثل يحتاج إلى شرح. عندنا مثل ياباني يقول يهب الله للطيور غذائها لكن لابد أن تطير حتى تحصل عليه. هذا المثل يحكي عن الرزق. يعني مثلا اكو ناس يقول لك رزقك يجيك لعندك، يعني هذا مو شي واحد يعتمد عليه. هو ممكن تصير يعني انه واحد رزقه يجي لعنده بس يحتاج شوية حركة. هذا الشي ذكرني بقصة يمكن ثعلب ومعروف حيوان آخر. المهم الثعلب قال للحيوان الآخر قال له رزقك يجيك لعندك. ايه المهم الحيوان الآخر قال له شلون؟ قال له شوف. المهم بقى الثعلب ينتظر جوا شجرة، اجا طير وكر على الشجرة، فالثعلب شوية قمز وصاد الطير. فالحيوان الآخر قال خلنا نسميه كلب مثلا. الحيوان الآخر حتى ما أبقى أسميه الحيوان الآخر. المهم فالكلب قال له أنت مو قلت الرزق يجي لعندك شو قمزت؟ قال له إيه هو قال له مش مو قلت الرزق يجي لعندك ليش تحركت؟ قال له إيه هو يجي لعندك بس يحتاج لشوية قمزة يعني قفزة. فالرزق موجود بإذن الله لكن يحتاج حركة منك أيضا. زين. عندنا مثل إسباني
يقول الحب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعا على الدوام. يعني الحب اللي يتغذى على مصالح يبقى جائع. يعني أشخاص اللي يحبوك على مصالح، من تنتهي المصالح راح ينتهي الحب. زين، بس خلينا نكون واقعيين. يعني انت ما تلقى بشر يحبك بدون شرط، يعني بدون شرط، الا تلقى بشر يحبك على مود شكلك، يحبك على مود مالك، ممكن يحبك على مود اسلوبك، اوكي، اخلاقك. لكن هذا ما يعني انه شكلك او وضعك الاجتماعي او المادي لهم دور. لازم الواحد ما يقصي هاي الاشياء، لان خلنا نكون واقعيين، الشكل والوضع المادي والاجتماعي لهم دور. الواحد لا يكذب على نفسه ويحاول يقمع التفكير بهاي الاشياء. خلنا نكون واقعيين. بس يعني اكو تنقول اشخاص غايتهم الوحيدة هي المصلحة، المنفعة المادية، وما يهمه انت بالجهنم بتجير وجهنم شي يصير بيك خليه يصير. اكو هيج بشر صح، بس يعني كل شي إله دور، كل شي إله دور. زين، مثل انجليزي: الرجال العظماء يعظمون الاشياء الصغيرة والحمقى يحتقرونها. ممكن، ممكن صح. اكو اشياء مثلا صغيرة الواحد يشوف بيها شي جميل، او يعني عنده حسابات بعيدة المدى، فممكن يعظمها. الأحمق يعني قلة معرفة عنده، أو ضيق أفق، أو تفكير قصير المدى. عندنا مثل إيطالي يقول: السر في قلبك سجين، فإذا أفشيته صرت له أسيرا. صح. من الأفضل أن، هاي مني طبعا، من الأفضل أن تحتفظوا بأسراركم. عندنا هسه دخلت للصور. هاي الأمثال اللي قرأتها قبل كانت خاصة يعني من الذكاء الصناعي. هسه دخلت للصور بجوجل، كتبت بخانة البحث أمثال عالمية. خلنا نشوف عندنا نشوف لكم مثل. شنو الأمثال الموجودة؟ خلنا نشوف لكم مثل. طبعا جاي تطلع لي أمثال، لكن كذا بنتبه. هذا المثل يقول: من يطلب بخجل يساعد على الرفض. شوف شو مدى العمق والدقة والواقعية بالمثل. أنا يعجبني الكلام الواقعي مهما كان مثل أو غيره. يقول: اللي يطلب بخجل يساعد على الرفض، لأن الشخص اللي راح تطلب منه من يشوفك خجول، عندك ضعف إرادة، وراح يعني يشوف انه انت ما جاي تطلب بالقدر الكبير، وكأنه انت ما اصلا ما مقتنع بالشي اللي جاي تطلبه، وانه تريد تطلب شي. نعم، اطلبه باحترام، اطلبه بتهذيب، بس مو هيج تبين ضعف او عدم ثقة وتردد
ممتاز. يعني فعلا الأمثال بها اختزال أو اختصار لحكم. هذا مثل مغربي، لكن للأسف ما أعرف شنو معناه كتابة باللهجة المغربية. تمام. شوف، عندنا هذا الحكم وأمثال عالمية. يقول مثل ألماني: الجوع يعلم الكثير من العيال. هذا معجبني هذا المثل. ليش؟ لأن أكو مثل مرادف، يعني من ناحية المعنى هو الحاجة أم الاختراع. الشخص اللي ما متوفر له شي يقوم يعني يحتال يدور يبحث حتى يوفر الشي اللي يريده. أما الشخص الشبعان بالعادة تلقاه ما عنده حيل، لأن ما محتاج لهذا الشي. زين، عندنا انه مثل تركي. ضحكني هذا المثل، مثل إيراني يقول: تزوج من امرأة قصيرة فثيابها تكلفك أقل. هذا القائل هذا المثل أكيد بخيل، طبعا مع احترام للشعب الإيراني، ما أقصد إساءة. عندنا شنو هذا؟ مثل صومالي: لا تعتمد أبدا على نقود في جيب الآخرين. أكيد أكيد. يقول المثل الياباني: من كان في الأسفل لا يخشى السقوط. هذا مذكرني مثل يقول: لا تتحدى شخص ليس لديه ما يخسره. أو مثل ما نقول عندنا بالعراقي، أو ما أعرف هل هو المثل عراقي أم غير عراقي، يقول: المبلل ما يخاف من المطر. يعني هو مبلل، ليش يخاف من المطر؟ تمام. شنو هذا؟ شنو بعد؟ جذب انتباهي هذا المثل السويسري. يقول: إذا شبع المرء لم يجد للخبز طعما. تمام. هذا الشيء عن النعمة. الشخص الإنسان لما يكون دائما بنعمة ما راح يحس بيها إلى أن يفقدها. حقيقة أحكيلكم عن تجربة: الإنسان ما يحس بقيمة شي أو ما يحس بالنعمة اللي هو بيها إلى أن يفقدها. وهذا ليس تقصير من الإنسان، لأنه دماغ الإنسان متعود على فد نظام إنه من يبقى عايش بشي ما يبقى يفكر ويمتن إلى هذا الشي. يعني والله سبحانه وتعالى خلق، والله أيضا سبحانه وتعالى أمرنا أن نشكر نشكره على النعم اللي يوفر لنا إياها. لازم الواحد يعني بين فترة وفترة يذكر نفسه بالنعمة اللي هو بيها، وأيضا يشوف مصايب غيره. يعني مثلا يشوف الناس المرضى، يشوف الناس اللي عندهم مثلا متوفي وغيره وغيره من المصايب، فمن يشوفهم أيضا ممكن هذا الشي يخليه يحس بالنعمة. لهذا مرات يقولوا لك ما أعرف الكلام اللي راح أقوله هو صح مثل ما هو ولا. يقول: إذا ضاق صدرك زور المستشفيات أو المقابر. ما أعرف يعني هالشي. المهم فالشخص اللي يعيش بنعمة دائما ما راح يحس بيها إلى أن يفقدها.
أمثال أكو أمثال يبيها مهاجمة لأعراق أعراق معينة، يعني دول معينة، فما راح أذكرها موجودة. أكو مقولات عادية يعني وأمثال. الوقت صار 26، مثل ما يقول ذاك الشايب العراقي، يقول القعدة وياكم حلوة لكن أنا أنام من وقت. طبعا أنا ما راح أنام هسه بهالوقت، للأسف مرات أتأخر حيل. اي، فراح أكتفي بهذا القدر من الكلام والثرثرة والأمثال، وإن شاء الله تسمعون فيديوهاتي وأنتم بخير وصحة وعافية وسعادة، وتحققون ما تتمنون يا أعزائي، وتصبحون على خير. مع السلامة.